سبحان الله، الله فضحهم. في ورقة أعلمكم إيش قصتها، غريبة، صدفة ما تتكرر. هذه الورقة شلون حصلنا عليها؟ صدفة أن مركز الصيانة لتغيير الزيت اللي غيرنا فيها الزيت كان المالك السابق يتعامل معاه نفسه، وكان في سجل سابق، ومكتوب في آخر فاتورة استرجعناها أن السيارة أول ما وصلت لهم كان في noise from the engine. إيش معناته هذه بالعربي؟ معناته كان في صوت ضجيج يصدر من المحرك. تخيلوا، هذه القصة فضحتهم أنهم بايعين سيارة خربانة من البداية. إيش رأيكم الحين؟ الله فضحهم. ومع ذلك ومع هذه الإثباتات ماني قادر أخذ حقي. تخيلوا، والله عالم عجيب. الحين بعد ما سمعتوا القصة أبيكم تقولون الحكم. إيش رأيكم؟ إيش رأيكم بالضمان؟ إيش رأيكم بالتلاعب اللي صار؟ إيش رأيكم بالخديعة؟ حط نفسك مكاني وعلمني الجواب في التعليقات. هل هذا فحص شفاف؟ هل هذا ضمان؟ هل هذا عدل؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. أنا ما أبي ضجة، أنا بس أبي حقي، سيارة بديلة والاسترجاع كامل المبلغ. أما المرمطة هذه والتلاعب وفلوس الناس مو بلعبة صراحة. الناس تشقى عشان تدور الريال، وانت تجون بكل برود وانتم مبتسمين وتلهط لولي والتالي اللي حوش تحويشة عمره. تخيل، يعني يستغلون جهل الناس في القوانين والأنظمة وكيف يحفظون حقوقهم. وأنا ما طلبت شيء، أنا أبغى حقي النظامي من حماية المستهلك السعودي. إن شاء الله ينصفنا، أدي صوتي يوصل للجهات المعنية، وإن شاء الله بيجينا حقي. سمعت المقولة اللي تقول ما يضيع حق وراه مطالب، وأنا ما راح أسكت، والأيام بيننا. شارك هاشتاج وزارة التجارة وبلاغ تجاري وحقوق المستهلك عشان يوصل صوتي للجهات المعنية. ويلا سلام.